الهدف الأول هو اختلاق أسباب للقروض الكبيرة اللي هتاخدها الدول المستهدفة. تاني هدف هو العمل على إفلاس تلك الدول بعد ما تقوم بسداد القروض ليهم. أهلا بكم، أنا حسام جلال ومرحبا بكم في إنحاز فكرة. من فترة انتشر بوست على الفيسبوك بيتكلم عن إن هولندا الدولة الصغيرة اللي مساحتها 41 ألف كيلومتر مربع وعدد سكانها 18 مليون، ناتجها المحلي الإجمالي 1.2 تريليون دولار، في حين إن دول شمال أفريقيا كلها اللي عدد سكانهم يتخطى 300 مليون نسمة ومساحتهم حوالي 7 مليون كيلومتر مربع، الناتج المحلي الإجمالي بتاعهم بالكاد يصل إلى 900 مليار دولار. فشوفوا إزاي هولندا الدولة الصغيرة متطورة ومتقدمة بهذا الشكل، والدول الكبيرة اللي في شمال أفريقيا بعدد سكانها الكبير وثرواتها في هذا التخلف وهذا الضعف. طبعا البوست فيه تبسيط مخل لكثير من الحقائق، لأن لو احنا بنتكلم على الثروة والتقدم والغنى اللي موجود فيها هولندا وكثير من الدول الأوروبية، فهو في الحقيقة نتاج تراكم لكثير من الاستغلال والثروة اللي تمت وتراكمت من استغلال واستعباد الشعوب خلال الحقبة الاستعمارية. خلال الحقبة الاستعمارية اللي تم فيها استعباد أهالي أندونيسيا والأمريكتين والكثير من الشعوب. الاستغلال والاستعباد والنهب الثروات ده هو اللي سبب تراكم الثروة لدى الدول الأوروبية والدول الغربية، واللي أدى بعد كده لتقدمهم العلمي والتكنولوجي، وليس العكس، لأن استغلالهم للثروات كان سابق لتقدمهم التكنولوجي والعلمي. لدرجة مثلا إن دولة زي هولندا أسست شركتين، هما شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية، احتلت بيهم كثير من دول العالم، من أول أندونيسيا وماليزيا وتايوان وسريلانكا لحد أجزاء كبيرة من الأمريكتين وجزر الكاريبي، مرورا بغانا وجنوب أفريقيا. كل الدول دي تم احتلالها من هولندا عن طريق شركاتها لنهب ثرواتهم من التوابل والبن وجوز الطيب والسكر، استعباد وإبادة لملايين من الأشخاص في أندونيسيا، ونقل للعبيد وخطف للأطفال لنقلهم للمستعمرات الهولندية علشان ياخدوا ثرواتها. لدرجة إن جزيرة جاوا في أندونيسيا كانت بتمثل في فترة من الفترات 33% من الناتج المحلي الإجمالي لهولندا في خلال الحقبة الاستعمارية. فبالتالي ما هم فيه من غنى وثروة حالية هو سبب رئيسي فيه تراكم هذه الثروة من خلال الحقبة الاستعمارية. هيجي واحد ويقول معلش يعني الكلام ده غير منطقي بالمرة، لأن الحقبة الاستعمارية انتهت من عشرات السنين، وأغلب دول العالم الثالث نالت استقلالها بالفعل، فإيه المبرر لتخلف وعدم تقدم هذه الدول؟ المبرر لعدم تقدم وتخلف هذه الدول هو إن الاستعمار أو الحقبة الاستعمارية لم تنتهي بالفعل. الاستعمار كل اللي حصل إن شكله تغير، بس أصبح في شكل أكثر ذكاء وخبثا وأقل تكلفة بالنسبة للدول الاستعمارية. الإجابة على السؤال ده واضحة وصريحة في كتاب هنتناوله في هذه الحلقة، هو الاغتيال الاقتصادي للأمم، مذكرات قرصان اقتصادي أو قاتل اقتصادي للخبير الاقتصادي جون بيركنز. في الكتاب ده بيجاوب جون بيركنز على السؤال ده، وبيتضح لنا إن الاستعمار لم ينتهي بالفعل، بل من الممكن أن يكون أكثر شراسة. وكنا تناولنا جزء من الكتاب في الحلقة اللي فاتت اللي هي العلاقات السعودية الأمريكية، واتكلمنا فيه إزاي إن أمريكا قدرت تستغل ثروات السعودية النفطية ونجحت في ده. فيلا بينا نشوف جون بيركنز بيقول إيه في الكتاب ده. في الكتاب ده بيتكلم جون بيركنز الخبير الاقتصادي وبيقول في الحقيقة أنا شغلانتي مش خبير اقتصادي ولا خبير مالي، شغلانتي الحقيقية هي إني قرصان اقتصادي. قرصان اقتصادي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن مش معايا سيف ولا معايا حربة، أنا معايا الاقتصاد، بخطف وبنهب ثروات الدول اعتمادا على
الاقتصاد. ممكن تلاقيني بدي محاضرة في الاقتصاد في جامعة هارفارد، ممكن تلاقيني في نيجيريا أو أندونيسيا لابس لبس المواطنين المحليين هناك، ممكن تلاقيني لابس لبس موظفين البنوك والحكومة في باريس، ولكن وظيفتي الحقيقية هي نهب ثروات الدول لبناء الإمبراطورية الأمريكية العالمية. إمبراطورية مختلف عن سائر الإمبراطوريات اللي اتكونت عبر التاريخ، أكثر دهاء وأكثر ذكاء، مختلفة تماما في كل طرقها لنهب ثروات الدول، فاقد في دهائها الأسبان والرومان والحقبة الاستعمارية في القرن ال18 وال19. كل ده هدفه بناء الإمبراطورية الأمريكية العالمية اللي بتعتمد على نهب ثروات الدول الأخرى. الإمبراطورية الأمريكية إمبراطورية فريدة من نوعها، لأنها مكونة من تحالف ما بين الحكومة والبنوك والشركات، أو ما يطلق عليه كوربوراتوكراسي. نخبة السياسة ورجال الأعمال أو الكوربوراتوكراسي بتستخدم المنظمات المالية العالمية زي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية في خلق ظروف اقتصادية في الدول المستهدفة تجعل الدول دي تحت رحمة نخبة الكوربوراتوكراسي في أمريكا، وده عن طريق إعداد تقارير مالية وأبحاث مالية بيقوم بيها القراصنة الاقتصاديين زي جون بيركنز، توافق على إسرها المنظمات المالية على منح قروض للدول النامية لإنشاء مشاريع بنية تحتية زي المطارات والمواني وشبكات الاتصالات ومحطات الكهرباء، بشرط إن اللي بيقوم بده هو شركات هندسية أمريكية. وبكده تبقى الفلوس بتنتقل من الحسابات البنكية للمنظمات المالية في واشنطن أو نيويورك إلى حسابات الشركات الأمريكية في سان فرانسيسكو أو ميشيغان، ويتبقى للدول النامية سداد القروض بفوائدها، واللي هم عارفين مسبقا عدم قدرة الدول دي على السداد، وبالتالي تقع في فخ الكوربوراتوكراسي أو النخبة الأمريكية اللي في هذا الوقت بتفرض شروطها اللي ممكن تكون تصويت معين في الأمم المتحدة، أو الموافقة على إنشاء قواعد عسكرية، أو استغلال مواردها الطبيعية. ومقياس نجاح القرصان الاقتصادي بيكون حجم القرض اللي بيتناسب طرديا مع نجاحه. كل ما كان القرض كبير كل ما كان نجاح القرصان الاقتصادي كبير، لأن كل ما كان القرض كبير كل ما زاد احتمالية وسرعة وقوع الدولة اللي وقع عليها الاختيار في شباك الإمبراطورية الأمريكية لاستغلال ونهب ثرواتها. وبيقول جيم بيركنز إنهم كانوا بيستخدموا الخداع بالأرقام والخداع باللغة في إعداد التقارير الاقتصادية اللي على أساسها بيمنحوا قروض لهذه الدول. فبيقول مثلا إننا بنستخدم أرقام جافة للتنبؤ باستثمار أو نتائج استثمار مليارات من الدولارات في مشاريع مثلا للبنية التحتية، وإن ده هيزود أو هينمو بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، في حين إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لن يعود إلا على حفنة صغيرة من المواطنين، بينما الأغلبية سيزداد فقرها مع عبء الديون والقروض اللي الدولة دي أخدتها. فبالتالي بتكون نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي هو زيادة الغني غنى وزيادة الفقير فقرا، بس في الآخر ده بيعتبر نمو اقتصادي. وبيقول جون بيركنز إن في خدعة خبيثة وغير مرئية في لعبة المشاريع والقروض اللي بيعملوها القراصنة الاقتصاديين، وهي إن المشاريع والقروض دي هتصنع حفنة من العائلات الثرية ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي في الدول المكبلة بالديون. العائلات دي مرتبطة بشكل كبير بالإمبراطورية الأمريكية، هو ارتباط مش ارتباط تآمر أو خيانة، ولكنه ارتباط اعتناق نفس الأفكار الاقتصادية، وارتباط ناتج عن اعتقادهم أن سعادتهم ورفاهيتهم مرتبطة باستمرار هذا النهج الاقتصادي.
وبيكون ليهم نفوذ سياسي واقتصادي كبير في هذه الدول المكبلة بالديون. ولو بصينا حوالينا في الدول بتاعتنا هنلاقي كثير من هذه العائلات المرتبطة فكريا وعضويا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها الكثير من النفوذ السياسي والاقتصادي الناتج عن البيزنس وارتباطهم بالكوربوراتوكراسي. الخداع بالأرقام زي ما قلنا مش النوع الوحيد من الخداع اللي بيستخدمه قراصنة الاقتصاد، ولكن الخداع باللغة مستخدم أيضا، لأنهم قاموا بتطويع اللغة لتغليف استراتيجياتهم في نهب اقتصاد الدول عن طريق استخدام مفاهيم الاقتصادية زي حقوق المستهلك والتجارة الحرة والحكم الرشيد، بحيث إن السياسة الاقتصادية ما تبقاش سياسة اقتصادية جيدة إلا من منظور النخبة الأمريكية المهيمنة على العالم، وبالتالي يكون لزاما على الدول خصخصة الكهرباء والتعليم والصحة وإلغاء الدعم وإلغاء قيود التجارة اللي بتفرض لحماية منشآت أو منتجات وطنية. وبيقول جون بيركنز إن النخبة الأمريكية دي بتتعامل مع المفاهيم الاقتصادية أو بعض المفاهيم الاقتصادية بشكل مقدس وكأنها إنجيل. فمثلا بيقول إن النمو الاقتصادي هم شايفين إنه لازم يبقى فيه نمو اقتصادي بشكل دائم، وإن ده هيعود على البشرية بالنفع، في حين إن النمو الاقتصادي أحيانا لا يعود إلا على حفنة قليلة من سكان دولة معينة بالنفع، وأغلب باقي الدولة بيقبع في الفقر أو في أعباء الديون. الأساس الاقتصادي لسياسات النهب الأمريكية دي هو إن الدولار هو العملة القياسية العالمية، بالتالي أمريكا عندها حرية في طباعة الدولار، وبالتالي حرية في منح القروض بالدولار للدول النامية أو الدول اللي هي بتستهدفها لنهب ثرواتها. ولأن النخبة الأمريكية المهيمنة على الإمبراطورية الأمريكية زي ما قلنا بتتكون من تحالف من الحكومة والشركات والبنوك، فالمسؤولين الكبار في هذه الجهات الثلاث بيتحركوا ما بينها في سهولة ويسر. فمثلا روبرت ماكنمارا ده كان رئيس البنك الدولي، وكان رئيس لشركة فورد الأمريكية، وفي نفس الوقت كان وزير دفاع في ولاية كينيدي وجونسون. عندنا برضو جورج شولتز ده كان وزير الخزانة ورئيس مجلس السياسات الاقتصادية في عهد نيكسون، وكان وزير خارجية في إدارة جونسون. كاسبر ويتنبرجر كان نائب رئيس شركة بيكتل، وفي نفس الوقت كان وزير خارجية في ولاية ريجن. ديك تشيني أو ريتشارد تشيني كان نائب الرئيس في عهد بوش الابن، وكان وزير دفاع في عهد بوش الأب، وفي نفس الوقت كان رئيس شركة هاليبرتون للبترول. فنقدر نقول إن ديك تشيني يعتبر رئيس شركة بترول قام بغزو دولة نفطية زي العراق، لأن هو كان رأس الحرب أو المخطط في حرب الخليج الثانية اللي هو كان وزير دفاع فيها، وفي نفس الوقت كان نائب الرئيس في غزو العراق في ولاية بوش الابن. وبيقول جون بيركنز إن بداية عمله كقرصان اقتصادي بدأت مع عمله في شركة مين للاستشارات الهندسية في أمريكا كخبير مالي واقتصادي. وشركة مين هي شركة هندسية كبيرة في أمريكا زيها زي شركة بيكتل وهاليبرتون إلى آخره. وبيقول إن الشركة كان فيها الكثير من المهندسين، وعلى الرغم من ذلك ما كانش في الشركة أي معدات ولا بتمتلك أي معدات، والشركة ما قامتش ببناء أي إنشاءات ولو حتى حظيرة صغيرة على حد تعبيره. وإن الشركة كان فيها كتير من العسكريين السابقين، على الرغم إن شركة مين مش بتقدم أي خدمات لوزارة الدفاع الأمريكية. وبيقول كمان إن هو في بداية عمله في الشركة قعد عدة شهور مش فاهم بالظبط هي وظيفة الشركة إيه، أو هي شركة مين بتعمل إيه بالظبط. بيتكلم جون بيركنز عن فترة تدريبه الأولى كقرصان اقتصادي في شركة مين، وبيقول إنه تلقى أول تدريب ليه على إيد معلمته اللي أطلق عليها اسم كلودين. فبيقول إن كلودين لما كانت بتدربه كقرصان اقتصادي كانت بتقول له إن عندك هدفين رئيسيين.
الهدف الأول هو اختلاق أسباب للقروض الكبيرة اللي هتاخدها الدول المستهدفة. تاني هدف هو العمل على إفلاس تلك الدول بعد ما تقوم بسداد القروض ليهم، بحيث إن الدول دي تفضل في حالة تبعية سياسية واقتصادية للأبد للإمبراطورية الأمريكية، وبالتالي يسهل استخدامها زي ما قلنا في تصويت للأمم المتحدة لصالح قضية معينة، أو إنشاء قواعد عسكرية، أو تسهيل نهب ثرواتهم الطبيعية. فمثلا بيقول جون بيركنز لو احنا قررنا ان هنمنح دولة معينة قرض، فبيكون مهمتي او واجب عليا ان انا اقدم الدراسات الاقتصادية الصحيحة الدقيقة والاحصائيات الجيدة على ان استخدام او استثمار هذا القرض في انشاء بنية تحتية زي محطات كهرباء او سكك حديد او شبكات اتصالات، ان ده هينتج عنه نمو اقتصادي ونمو في الناتج المحلي، وان انا اقارن ما بين كل واحد ما بينهم وابرر حجم القرض الكبير. وبيقول ان فعلا بينتج عن ذلك نمو في الناتج المحلي الاجمالي، ولكنه نمو خادع، لان النمو في الجي دي بي او الناتج المحلي الاجمالي ده ممكن يصب في مصلحة شخص واحد في هذه الدولة، يكون عنده شركة مقاولات او شركة مرافق، حتى لو قبع اغلب سكان هذه البلد تحت عبء الديون او الفقر نتيجة لهذه القروض الكبيرة. ولكن يظل هذا النمو في الناتج المحلي بالنسبة لمفاهيمهم الاقتصادية هو نمو اقتصادي. وبيقول جون بيركنز عن فترة تدريبه الأولى كقرصان اقتصادي إن كانت من المهام الموكلة إليه هو تشجيع زعماء ورؤساء العالم للانضمام إلى شبكة واسعة تروج للمصالح التجارية الأمريكية، وضرورة إخضاعهم عن طريق إيقاعهم في شبكة الديون ليسهل استخدامهم بعد كده سياسيا وعسكريا واقتصاديا. وبيقول إن إحنا ما كانش عندنا مشكلة إن إحنا نعزز مكانتهم السياسية في بلادهم بإنشاء أو تنفيذ مشاريع بنية تحتية زي مناطق صناعية أو مواني وشبكات طرق. وبيقول أيضا إن التقارير المالية الخادعة ما كانتش هي فقط وسيلتنا، ولكن كنا بنستخدم كل الوسائل الأخرى اللي بتبتدي من أول الابتزاز والرشوة وتزوير الانتخابات والجنس وحتى القتل. بس بيقول اللي كان بيقوم بعملية القتل دي هو فصيلة أخرى، مش القراصنة الاقتصاديين، ولكن فصيلة الثعالب على حد ذكره المنتمية إلى المخابرات المركزية الأمريكية. وبيقول دول كانوا بيتدخلوا في حالة فشلنا في مهمتنا كقراصنة اقتصاديين، وده كان أمر صعب، ولكن إذا حدث فصيلة الثعالب دي بتتدخل، وفي حالة ظهورهم في المشهد فده معناه إن في رؤساء دول وزعماء رؤوسهم هتطير. بيدي مثال برئيس الإكوادور خايمي رودريجيز ورئيس بنما عمر توريخوس اللي اتقتلوا في ظروف غامضة تكاد تكون متشابهة. إذا فشلت فصيلة الثعالب بنرجع للوسائل القديمة للإمبراطوريات وهو التدخل العسكري، وبيقول زي ما حدث في أفغانستان والعراق. في الحالة دي أمريكا بتتدخل عسكريا وبترسل الشباب الأمريكي ليقتل ويقتل. جون بيركنز كقرصان اقتصادي هو كان المسؤول عن نهب ثروات الكثير من الدول بداية من أندونيسيا وبنما والسعودية والإكوادور، دول مختلفة في الشرق وفي الغرب. العامل المشترك ما بينهم هو أنه وقع عليهم الاختيار لضمهم إلى الإمبراطورية الأمريكية. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن القصة المختلفة لكل دولة، وإزاي تم استخدام الأحمال الكهربائية المضللة والإحصائيات الخاطئة والتقارير الاقتصادية الزائفة لتبرير استغلال ونهب ثروات تلك الدول، وإزاي إن لما في رؤساء وزعماء دول رفضوا هذه السياسات الاقتصادية تم الإطاحة بهم أو قتلهم. وفي النهاية عايزين نجاوب على سؤال: هل الاستعمار أو الحقبة الاستعمارية انتهت بالفعل؟ هستنى إجاباتكم في الكومنتات. الحلقة انتهت وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.